يا ترى ايه هو الفوتو مانيبيوليشن؟ لو دخلنا على جوجل ترانسليت وكتبنا فوتو مانيبيوليشن هيطلع لنا معناها دمج الصور. وببساطة دمج الصور هو ان يبقى عندك صورتين او اكتر وتخليهم اكنهم صورة واحدة، وده طبعا بيبقى من خلال حاجات كتير هنناقشها في الفيديو ده. وعايزك تلاحظ برضو الفرق بين الصورتين دول. الصورة اللي على اليمين هتلاحظ ان العنصرين باين اوي انهم مش حاجة واحدة، وده على عكس الصورة التانية، وده ببساطة عشان في واحدة معمول لها مانيبيوليشن صح والتانية لأ. فلو عايز تعرف اسرار الفوتو مانيبيوليشن وازاي تبقى محترف فيه كمل الفيديو للاخر، وما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب. صحيح كنت هنسى، انزل بالانترو. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم. اول سر معانا وهو الشادو او الظل. وقبل ما نبدأ عايزك تشوف الفرق بين الصورتين دول. هتلاحظ ان مجرد الظل بس مخلي الصورة اللي على اليمين واقعية جدا لو قارناها بالصورة اللي على الشمال. واحنا عندنا نوعين من الشادوز، هما السوفت والشارب. السوفت زي ما هو باين في الصورة كده انه بيبقى ناعم وخفيف جدا، والشارب بيبقى قوي وغامق زي اللي في الصورة التانية. وخليني اقولك ان اللي بيحدد نوع الظل شارب ولا سوفت هو مصدر الاضاءة نفسه. لو مصدر الاضاءة قوي وقريب بيبقى شارب، لكن لو مصدر الاضاءة ضعيف وبعيد بيبقى سوفت. خد بالك عشان هنا في خطأ شائع. خليني اقولك ان مش افضل حاجة انك ترسم الظل ببرش سودا وخلاص، في طريقة تانية افضل منها بكتير، وهي انك هتروح على قائمة adjustment وهتختار exposure وتقلله على قد ما تقدر، ومن كنترول اي هتعكس الماسك وتخلي البرش بالشكل ده، وتقلل الفلو بتاعها ل10%، وترسم الظل وتراعي ان كل ما بتبعد شدة الظل بتقل. وعشان تعمل كونتاكت شادو هتعمل اكسبوجر برضو، بس هتخليه كليبنج ماسك على الحاجة اللي انت عايز ترسم عليها الكونتاكت شادو. هترسمه برضو بالبرش وهيبقى معاك بالشكل ده. بعد ما ظبطنا الشادو هنيجي دلوقتي لمرحلة البرايتنس او السطوع، ودي فكرتها ان احنا بنظبط على قد ما نقدر اضاءة العنصر عشان يبقى ماشي مع اضاءة الخلفية. وده بنعمله على فوتوشوب عن طريق اننا بنعمل solid color باللون الرصاصي، وبنغير البلندنج مود بتاعه لكالر. ووظيفة اللاير دي انها عبارة عن تيست، يعني مش هتفضل معانا لاخر التصميم. هروح بعد كده على الادجستمنت لاير ونختار كيرفز ونتأكد اننا عاملين كليبنج ماسك على العنصر، ونبدأ اننا نعلي ونقلل في الكيرف لحد ما نخلي اضاءة العنصر شبه اضاءة الخلفية. وده كده قبل وكده بعد. الساتوريشن او تشبع اللون ده بكل بساطة معناها درجة فقعان اللون. يعني لو عندنا اللونين دول مثلا، دول عبارة عن نفس اللون اللي هو اصفر، بس هتلاحظ ان واحد منهم درجة الاصفر فيه فاقعة قوي والتاني لا. وده ببساطة عشان الاولاني الساتوريشن بتاع اللون اصفر عالي والتاني قليل. اول حاجة بنعملها برضو هي التست لاير، ودي بنجهزها من خلال اننا بنروح على السلكتيف كولر ونبدأ نصفر البلاكس بتاعت اي لون يجي قدامنا، ما عدا الابيض والاسود والرمادي، دول بنخليهم 100% وهيبقى معانا بالشكل ده. هنروح دلوقتي نختار الساتوريشن تول، وما تنساش تكون عامل كليبن ماسك على العنصر، ونبدأ من أداة الإيد دي إننا نقف على لون العنصر ونبدأ نحركه لحد ما يظبط، ونشيل التست لاير وهيبقى معانا بالشكل ده. وده كده قبل وكده بعد. نيجي بقى لمرحلة التعديل على الألوان، وهنا احنا بنعدل على الألوان نفسها مش درجات الألوان زي في الساتوريشن. بنعمل التست لاير عن طريق اننا بنجيب سوليد كولر باللون الرصاصي برضو، بس بتخلي البلندنج مود بتاعه ليمينوسيتي، ونعلي الساتوريشن على الآخر. هنلاحظ ان احنا عملنا حاجة شبه خريطة للألوان كده. ببساطة احنا هنجيب السلكتيف كولر ونبدأ اننا نعدل على الألوان بتاعة النيوترالز الوايت والبلاك، ونغير في النسب بتاعتهم لحد ما ألوان الصورة بتاعتنا تندمج مع الخلفية بالشكل ده. وده كده الشكل قبل وده كده بعد. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك واشتراك في القناة، ولو ما عجبكش تعمل شير وكومنت. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.